تخيل معايا ان انت على ارتفاع 40,000 قدم في الهواء وقاعد على كرسي اكبر من الليفنج روم بتاعتك اساسا، وفجاه يجي المضيف يقول لك اتفضل، دي حاجه بسيطه. علشان الحاجه البسيطه دي بقى شنطه اخذت 16 سنه علشان خاطر توصل لك. وقبل ما اقول لك ايه اللي موجود في الشنطه لازم تعرف ان اميريتس وبلجري ما بينهم شراكه تمتد لاكتر من 16 سنه، يعني من الاخر كده متربيين مع بعض. والشركتين دول هم اللي بيقرروا الفخامه شكلها عامل ازاي بس في الجو. والاسبوع ده نزلت النسخه ال 18 من الشنطه، فيا سيدي لو انت مش هتسافر في اميريتس على الدرجه الاولى على الاقل تبقى عارف الشنطه فيها ايه. الحاجات كلها بسيطه في متناول الجميع. يعني اول حاجه شنط الرجاله، الشنطه جلد ولونها بني شوكولاتي، وده مش اي بني خلي بالك. الشنطه فخمه ومليانه تفاصيل من جوه باللون العنابي. واول حاجه موجوده في الشنطه ازازه برفيوم 30 مللي اسمه لجيم ياسب من بولجري، والبرفيوم ده معمول حصري الاميريتس ومستحيل تلاقيه الحجم ده في اي مكان تاني في العالم. وكمان جواها كريم مرطب بنفس ريحه البرفيوم للجسم وللوش، وكمان مرطب شفايف من بولجري، وطبعا فرشه اسنان ومعجون وديودرنت ومناديل وفرشه شعر طبعا عشان لو حبيت تسرح. وطبعا كل حاجه في الشنطه دي من بولجري. اما بقى بالنسبه لشنطه الستات فهي شنطه جلد فخمه باللون سيلفر بدرجه الشامبين، وجواها برفيوم 30 مللي اسمه لجيم سهاري، ومستوحى من غموض ودفء وتألق المناطق الصحراويه مع نوتات من العنبر والورد. وطبعا معاها كريم مرطب والليب بالم وكل الحاجات اللي موجوده في نفس الشنطه الرجالي. بس طبعا الستات لازم نميزهم شويه، وهي مرايه جيب بلون ذهبي ملكي عليها لوجو بولجري. والمرايه دي هم مش حاطينها عشان تستخدموها في السفر، لا دي عشان تبقى تذكار من بولجري ليك يا ست الكل. طبعا اميريتس طول عمرهم متفوقين على نفسهم في الفخامه، فمتوقع منهم ايه غير كده؟ يعني قول لي بقى انت اخر مره سافرت فيها هتدوك ايه في الطياره؟